فكرني بالمسؤولين بتوع بره اللي لما حد فيهم بيغلط بيبقى عايز ينتحر. ايوه يا فندم، بس زين مزودها شويه. ما كانتش واحده اتقتلت، يعني ايه المشكله في ده؟ لا هو بس عنده دم يا زياد. ابتديت تحقيقات ولا لسه؟ ايوه يا فندم، بعتوا يجيبوا لي الناس كام مسجل على كام مرشد، نبدا بيهم المشوار ان شاء الله. النبي يا زياد انا عايزك تركز شويه على بال ما زين يخلص اللي في ايده علشان ينزل يمسك القضيه. هو حضرتك هتديها لزين؟ ما اسمهاش هديها لزين، اسمها قضيه زين اساسا. شفت الست دي قبل كده؟ لا يا باشا، عمري ما شفتها قبل كده. امال قالوا لي انها اتشافت معاك قبل كده ليه؟ لا والله يا بيه، انا اول مره اشوفها لما حضرتك وريتني صورتها. عديت على نص العائلات الكبيرة اللي في البلد ومحدش عمره شافها ولا يعرف عنها حاجة. طب ما شكيتش في حد فيهم؟ أبدا يا سعادة الباشا. شفت الست دي قبل كده؟ لا يا باشا ما شفتهاش. وانت؟ ما شفتهاش. لا يا بيه ما شفتهاش. لا يا بيه ما شفتهاش. لا والله يا باشا ما شفتها. لا يا باشا ما شفتهاش. لا عمري ما شفتها يا باشا. يعني ما قطعتش من عندك تذكرة ولا دخلت بيها قبل كده؟ ولا افتكر انها عدت عليا يا باشا. يعني يا دكتور ولا مره جت كشفت عندك؟ طمنت على حملها مثلا؟ لا هي عمرها ما جات الوحدة الصحية عندنا، بس في ستات كتيرة بتحمل وبتخلف وما بيجولناش، يعني بيعتمدوا على الوصفات الشعبية. يعني ولا مخروج يعرفها ولا حد شافها ولا عدت على الموقف ولا محطة القطر ولا الوحدة الصحية؟ امال طلعت لنا منين دي؟ اكيد يا باشا مش من البلد هنا، اكيد من محافظه ثانيه. يعني هي عشان من محافظة ثانية ما نعرفش مين اللي قتلها؟ هنعرف يا باشا. انا شاكك في حاجه كده، لو طلعت صح اعتبر القضيه دي خلصانه. ساعتين وارجع لسنة. طب لو قلنا الطاقطقين؟ البيت ده غالي عندي قوي يا مسعد باشا، ولا دفع لي فيها 10 مليون جنيه مش هبيعه. ده نبنيه بيد دول طوبه طوبه. طب لو قلنا الطاق 3؟ مش هبيعه لو الطاق 10. وانا يا باشا اعتبرني ما عنديش بوت للبيع. طب معاكم مهلة يومين تفكروا. اعتبرني فكرت ومش بايع. وانا كمان. أنا قلت يومين تفكروا وبلاش أكمل الجملة عشان تكملتها مش هتعجبكم. منتظر موافقتكم. نورتم. انا ما فهمش الجنيه دي ولا ايه؟ ولا حد في البلد عارفها؟ احنا جبنا كل مشتبه فيهم من البلد والبلاد اللي حواليها ولا حد عمره شافها. وانا كنت شاكك فؤاد لسه خارج من السجن من شهر، رحت لقيته متلقح في الجبس بقاله اسبوع. ما من الواضح انها مش من البلد يا زياد بيه. بس السؤال هنا، البت دي حملت في البلد ولا جايه البلد حامل؟ ومتجوزه ولا مش متجوزه؟ ولو متجوزه جوزها فين؟ ولا حكايتها ايه البت دي؟ عموما البحث الجنائي شغال وكلها ايام ونعرف هي مين. وانا بعد اذن سيادتك اديت صورها للامناء، قلت لهم ينزلوا بالصوره لسواقها يمكن حد يتعرف عليها ولا حاجه. تمام يا زين. يلعب ليونيل ميسي، يمشي ليونيل ميسي وحق سوسيداد يقرب من السادس، وليونيل ميسي حلوه برشا. الرابع كان عن طريق ليو في البدايه وكان عن طريق لويس بالنهايه. بقول لك ايه، هو اسر كلمك على خروجة الجمعة؟ كلمني واعتذرت له. ليه بقى ان شاء الله؟ ورانا ايه؟ ما وراناش حاجه، بس انا ما بحبش الخروجات بتاعه البارز والكلابز دي. ايوه ما حصلش حاجة يعني لو خرجنا مرة، القيامة مش هتقوم. انا زهقت من الخروجات دي يا هند، ما بتبسطش وما بلاقيش حد اتكلم معاه، ما فيش حد شبهي. افهم من كده بقى انا لا هخرج ولا هشوف سهر طول ما احنا متجوزين، مش كده؟ احنا بنخرج ونتبسط يا هند، ما بنروحش سينما كل اسبوع، ما نخرجش نتعشى في حته جديده، ما نسافرش اوروبا كل سنه، ما نقضيش صيف في الساحل، بنخرج وبنتبسط يا هند. كتر خيرك والله، بس انا برضو بحب النايت لايف. وانا ما بحبهاش. طيب اوكي، انا داخله انام. صحيح، يا ريت تودي البنت بكره الحضانه عشان مش هقدر اصحى بدري. وليه اوديها الحضانه وانتي قاعده في البيت؟ هي لازم كل يوم تروح من 8 ل 5؟ بكره بقى بالذات انا تعبانه ومش عايزه اصحى بدري. اتصرف. خليكي كده، مش قادره على قعدتها ودوشتها دلوقتي،
لما تكبري وتعجزي هتروح تسيبك في دار مسنين عشان مش هتبقى قادره على قعدتك انت كمان. ان شاء الله. تصبح على خير. وانت من اهل. منشفين دماغهم على الاخر. ما زودتش السعر ليه؟ زودته. هم اللي مستغنيين. حاول معاهم تاني بالراحه وزود لهم اكتر. طب وليه؟ بشد عليهم واقول لهم ان اللي بيعملوه ده هيجيب لهم المشاكل. لا واحده واحده. اتعلم من ابوك. حاول معاهم مره 2 3 وبعد كده نقدر نكرهوهم في بيوتهم من غير ما نخش في مشاكل. كيف يعني؟ فيهم الطريق. ان شاء الله تطلع اشاعي ان بيوتهم فيها جن وعفاريت. مسعد عايزك تشد حيلك وتشوف لك عروسي. لا لسه شويه. شويه قد ايه؟ فاضل لك كام رقاصه لسه ما عدتش عليك؟ لسه ما شبعتش عاد. ولا عمرك هتشبع يا ولدي. خلاص طالما كده مش هشبع، خليني كده. انا كده مبسوط. في حل تاني يا مسعد. اتجوز واعمل ما بدالك. حتى في احلامي ياما صوتها ما بيفارقنيش، وهي بتقول لي لو اديتني من وقتك دقيقتين كان زماني على وش الدنيا، وكان زمان ولدي ما تيتمش. هون على نفسك يا حبيبي، انت ما كانش في يدك حاجة وما عملتهاش، ريح ضميرك. وهي ما سابتش في عمرها دقيقة واحدة. عشان خاطري يا ولدي قوم نام، ريح نفسك وسيبها لله. ونعم بالله. دلوقتي اما مصير الطفل ده دار الرعاية، وانت عارفة دار الرعاية عندنا حالها ما بيصرش لعدو ولا حبيب، فكنت بفكر اكتب طلب واجيب الطفل ده يتربى عندنا في البيت هنا. طفل مين يا زين؟ الطفل اللي كنت حكيت لك عنه اللي امه اتقتلت، كنت بفكر يعيش عندنا في البيت. انت عارف يتيم الام ومصير الله اعلم بيه. لا طبعا ما ينفعش، احنا مش عارفين الطفل ده ممكن يكون وراه ايه، خصوصا ان امه ماتت مقتوله. عارف يا ولدي، لو ابوك عايش كان جاب الواد هنا وتربى معانا. هات الواد وانا اللي هربيه. هو انا طول ابقى جار الرسول كهاتين كده هوت في الجنه؟ والله يا أم لا شفت ولا أشوف بطيبة قلبك. روح يا شيخة، ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. ربنا يخليك ويبارك فيك. حافظ عليك يا ولدي.